فاكرة أول يوم دخلت فيه المعهد، كان الكلام ده من سنة 85. كان ساعتها أستاذ دكتور فتحي مسعد عبيد هو مدير المعهد، استلمني وسلمني لأستاذي دكتور يوسف بركات يوسف، وقال لي هتبقي تلمستي، وأنا فعلا بقيت تلمسته وفضلت لغاية النهاردة تلمسته. دكتور يوسف بركات يوسف أستاذي، وهو اللي أدين له بكل فضل في اللي أنا وصلت بيه لغاية دلوقتي فيه. وهي قصة طويلة قوي مع معهد بحوث البترول، أخصائي صغير، ماجستير، دكتوراه، أستاذ مساعد وأستاذ ورئيس قسم على درجة عميد. يعني نشكر ربنا، رحلة طويلة من سنة 85. على فكرة احنا هنا في دفعة اسمها دفعة 86. دفعة 86 دي كلها زمايلي اللي اتعيننا سنة 86، منهم أستاذ دكتور أحمد الصباغ مدير المعهد حاليا، أستاذ دكتور ياسر مصطفى نائب مدير المعهد حاليا، والأستاذ أسامة عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية، وبعض الرؤساء العمداء اللي معانا برضو، كلنا كل دفعة 86. يعني تقريبا دفعة 86 هي اللي ماسكة إدارة المعهد دلوقتي. نتمنى لهم مزيد الصحة. احنا هنا في وحدة أبحاث الوقود، ده يعني نقدر نقول إن ده بيتنا التاني اللي احنا بنقضي فيه أكتر ما بنقضي في البيت. من خلال الوحدة دي احنا بنطلع أبحاثنا كلها، اللي هي يمكن احنا اتكلمنا في موضوع الأبحاث ده، أنا اتكلمت في كذا مكان قبل كده في موضوع الأبحاث، إن احنا هنا قدرنا نوصل لتوليفات البنزين الجديدة اللي احنا بنأمل إن شاء الله في المستقبل القريب إنها تطبق بصورة عملية، وإن مصر كلها تشتغل بالمخلوط اللي احنا عاملينه. احنا هنا في وحدة أبحاث الوقود قدرنا نوصل للينكر اللي هو يعني رابط. الرابط ده قدرنا نحطه على البنزين، وبيه حلينا مشاكل كتير قوي للبنزين موجودة في مصر، وقدرنا نحل مشكلة الفصل في البنزين، مشكلة المية، مشاكل كتير قوي للبنزين في مصر قدرنا نحلها باللينكر اللي احنا قدرنا نوصل له هنا من خلال شغل وحدة أبحاث الوقود. الفيجر ده بيوضح لي العلاقه ما بين اللينكر الفوليوم برسنت والووتر توليرانس للعينه. هنا ملاحظه يا دكتوره ان في زياده مع اضافه اللينكر في الووتر توليرانس، بتوصل احيانا ل 3% ووتر، فده علاقه كويسه جدا. فرأي حضرتك يعني لو في اي تعديل او اي حاجه في البحث. طب بصي يا حبيبتي، زي ما احنا عملنا هنشوف 3%، عايزين نجرب كمان نغير النسب، نعملها 3 5، ممكن يعني نقلل عن الثلاثة شوية كمان. انا ما نجراش بحث، احنا نعملها ليه بيتنت، نعملها بيتنت. ده شيء جميل جدا. وصلنا ل 4%. اصل خدي بالك ان 4% دي ما حدش وصل لها ابدا عمره، فاحنا يعني لما تقولي بيتنت معاكي حق يا بنتي، معاكي حق، نعملها بيتنت. وحدة ابحاث الوقود هنا بيرأسها استاذنا الدكتور يوسف بركات، استاذي ورئيس الوحدة، وهو طبعا العقل المفكر بتاع كل الوحده، اللي بيزودنا بكل افكاره واحنا بنشتغل تحت توجيهاته. انا مر عليا كثير من طلاب البحث، يعني اللي عاوزين يخلصوا ماجستير وبيخلصوا ماجستير وبيمشوا، في بعضهم بيخلص ماجستير ودكتوراه وبيمشي، وفي بعضهم بيخلص ماجستير ودكتوراه وبيبقى معايا في الوحده. من ضمن هؤلاء يعني الدكتوره فيولا. دكتورة فيولا يعني في منتصف الثمانينات بعتها لي أستاذنا الدكتور فتحي عبيد مدير المكان، وقال لي يعني دي تشتغل ماجستير. خدت الطالبة فيولا عندي في المعمل الثاني قبل ما نعمل الوحدة دي، واشتغلت وأنجزت وخلصت ماجستير، والماجستير والدكتوراه بتاعتها اتحكمت في الخارج قبل ما نظام التحكيم الداخلي يتم في الجامعات المصرية. وفي الوحدة هنا كمان في الدكتورة إيزس، هي مش تلمستي وبس، هي صديقتي، وإحنا هنا صداقة عمر. بنشتغل مع بعض في هارموني،
وهي خدت الدكتوراه في سنة 2012 وكان شغلها كله في مجال الوقود. وهي متخصصة بيئة وفي مجال الوقود. نقدر برضو من خلال رسالة الماجستير والدكتوراه للدكتورة إيزيس نعمل توليفات جديدة للبنزين، وصلنا نتائج كويسة جدا. الحراره ماينس 17 ما كانتش فصلت. انا حطيتها طيب. في الفريزر بتاع الثلاجه ما ماينس بتفصلش. 17 ما كانتش لسه فصلت. حلو، كويس جدا، ده شيء كويس جدا. ده يعتبر انجاز، انجاز مش بس رسالتك، لا نحطه ان شاء الله بيتنت باذن الله، باذن الله ان شاء الله. دكتورة فيولا ابتدت معرفتي بيها من أول ما جيت المعهد من سنة 98. عرفتني كل شيء في المعهد وأغلب المعامل وبتعمل إيه. وكنت في بداية دراستي الماجستير طبعا في تقديمات ورق وحاجات كتير في الإدارة، هي كانت بتروح معايا كل مكان أعمل فيه أي ورقة. وفي الدراسة النظري برضو بتاع الماجستير كانت بتساعدني فيها. وفي الشغل العملي طبعا الأستاذ الدكتور يوسف هو كان بيوجهنا الشغل، وبالنسبة للعملي كانت بتساعدني فيه. اتعرفت عليها وعلى أسرتها بالكامل وأولادها كل حاجة عنها، وهي برضو نفس الحكاية، عارفة كل حاجة عن بيتي وعن أولادي. العلاقة ما بقتش بين أستاذ وطالبة، لا بقينا زي الإخوات بالظبط. عندنا في الوحدة هنا كمان الأخصائي منال كامل، ودي تلميذتنا برضو في الوحدة، وهي حاليا خدت رسالة الماجستير وبتحضر رسالة الدكتوراه، وبرضو شغلها في مجال الوقود، وبنشتغل وإن شاء الله النتائج كويسة. كل رسالة بنعملها في الوحدة هنا بيكون ليها يعني تخصصية مختلفة، بأننا نحب نطور نفسنا دايما. احنا دايما نحب نطور نفسنا ونحب نغير التوليفات المختلفة بإضافات مختلفة وبشغل مختلف، عشان خاطر كل توليفة بيكون ليها نتائجها الكويسة. الدكتورة فيولا تعرفت بيها، أنا كنت طالبة حاصلة على منحة ماجستير من أكاديمية البحث العلمي. كان مشرفي الأستاذ الدكتور يوسف بركات، وهي كانت المشرفة الثانية. كانت بتساعدني واستفدت منها كتير في ازاي في بعض ازاي اشتغل على الاجهزه وفي الكتابه، واستفدت منها. حتى انا دلوقتي في الدكتوراه هي معايا في الاشراف مع الدكتور يوسف بركات. روح الفريق هنا، من غير روح الفريق ما كانش نقدر نطلع باي حاجه، لان لولا روح الفريق لولا التعاون المتكامل بيننا ما كناش نقدر نوصل اللي احنا وصلنا له. احنا وصلنا دلوقتي بنسجل براءه اختراع في مجال اللينكر، في اللينكر، وكمان احنا بنطور نفسنا على طول. الوحده هنا بنطور نفسنا في الشغل على طول بتوليفات جديده، بافكار جديده كلها، وفي مجالات متعدده، كله بيهدف الى انتاجيه محسنه للوقود. دكتور يوسف، الخليط ده حضرتك احنا حاطينه هنا بقالنا حوالي كام شهر، وشوف حضرتك هو ما فصلش ولا اي حاجه حصلت، ما امتزجوش مع بعض خالص. بقاله سنه دلوقتي كده ما حصلش حاجه. كويس قوي. ده مش هو ده اللي احنا خدناه في المؤتمر المره اللي فاتت، عرضناه في المؤتمر. ودي اللي هي التوليفه الجديده. لا دي بقى لها كام سنه. انا فاكره انها بقى لها كام سنه شغاله. بقى لها سنتين. عايزين نطور. طيب ماشي، عايزين نطور دي. ايه رايك يا دكتور يوسف؟ بفكر نضيف عليها لينكر دي. ايه رايك نضيف عليها اللينكر؟ نجرب كده تجربه اللينكر وفيها بس اللون مختلف مع اختلاف اللون. طيب ان شاء الله باذن الله يا منال خدي بالك بقى، احنا ان شاء الله نتابعش الدكتوره ازيز، نفكر نضيف على دي الليكمر وناخد منه ونجرب بقى كل الفولاتيليتي كرايتيريا والاكسهوست ايميشنز وكل المواصفات بتاعتها نعملها. ماجستير ودكتوراه بتاعت الدكتوره فيولا متميز وتحكم في الخارج، وتقارير المحكمين جاءت مشرفه جدا للمعهد كله مش للوحده بتاعتنا بس. ان احنا كنا بنشتغل في موضوع كان موضوع العصر بتاعه، يعني كنا بنشتغل في موضوع رفع الحصيلة البترولية في آبار البترول التي يعني
أبطل العمل بها أو ما بقتش منتجة، نون برودكتيف يعني. اتطلب مني وانا في الماجستير بحث اعمله واجمعه هنا من المكتبة. انا ما كنتش لسه في بداية شغلي، مش مسموح لي قوي ادخل اجيب اي حاجة بسهولة. هي كتر خيرها دخلت وجابت البحث عشان انا الخص منه وجابته لي لحد العباسية. طبعا مش المفروض استاذ يروح للطالب بتاعه مشوار زي كده. مرة تاني بقى انا دايما بقع ورجلي تتجبس وكده، جاتني لحد البيت وشافت طلبات البيت والاولاد. ما فيش برضو، مش المفروض الاستاذ يروح لحد عنده ويساعده حتى في خصوصيات بيته، لكن هي بتعمل كده بصراحة. المعاملة بيني وبين الدكتورة فيولا ما حسيتش خالص ان هي كمديرة او بتمارس سلطة عليا او لا خالص. هي شخص يعني حاسة منها ان هي كأخت، مش كمدير او كإشراف ان هو يمارس سلطته على الطالب، لا خالص. يعني في روح ان انا اقدر اتكلم معاها بحريتي وبراحتي. فادتني في حاجات كتير، في وتسهيل بعض الاجراءات ليا ومساعدتها في شغلي. بالنسبه لشغلنا احنا ابتدينا ننشر ابحاثنا اولا من خلال مؤتمرات المعهد. احنا شاركنا في مؤتمرين من مؤتمرات المعهد في سنه 2013 و14 و15 بتوليفات جازولين ميثانول بلندز وجاسولون ايثالون بلند، وكان فيها حضر طبعا صفوه من العلماء ومن الوزراء كانوا موجودين، وعرضنا فيها شغلنا وابحاثنا، وكانت علاقه صدى كويس جدا بالنسبه للناس المسؤولين. حاجه تانية كمان عملنا تجربه ميدانيه في وجود الوزراء وفي وجود الدكتور المهندس اسامه كمال رئيس وزير البترول السابق، والدكتوره ناديه زخاري وزيره البحث العلمي السابقه، وفي وجود محافظ اسماعيليه، في وجود رئيس مجلس اداره اول ليبيا، وكل دول كانوا موجودين في التجربه الميدانيه اللي احنا عملناها. وهم شافوا على الطبيعه واحنا بنمون عربيات المعهد. عربيات المعهد على فكره شغاله بالبنزين بتاعنا، واحنا بنمون عربيات المعهد وبتشتغل ببنزيننا، وقد ايه هي جايبه نتائج مذهله بالنسبه للاستهلاك وبالنسبه للبيئه وبالنسبه لكل حاجه بتخص المجال اللي احنا فيه ده. ده مكتبي كرئيس تطوير العمليات في معهد بحوث البترول. أنا بقالي تقريبا 3 سنين ونص بشغل هذا المنصب. نبذة سريعة كده عن معهد بحوث البترول. معهد بحوث البترول تبع الجامعة، بيبقى بالمناسبة للجامعة بالظبط هو جامعة يعني زي جامعة القاهرة، جامعة عين شمس كده، وكل قسم عندنا هو كلية. مدير المعهد هو رئيس الجامعة، ورئيس القسم هو عميد الكلية. فهنا أنا كرئيس قسم تطوير العمليات كعميد تطوير العمليات. عندنا 7 أقسام ب7 كليات. ربنا كرمني إن أنا أقدر أنشر من ضمن أبحاثي. أنا عندي تقريبا حوالي 37 بحث منشور في مجلات دولية وعالمية ومحلية، وشرفت بأن أنا حضرت تقريبا حوالي 16 مؤتمر عالمي ومحلي، وعندي وانا ريفيور في كذا مجله، في مجلات كتيره، وعندي نشاطات خارجيه كتير قوي قوي، غير ان انا استاذ دكتور في المعهد هنا. ربنا كرمني وقدرت انشر كتاب في وكاله عالميه المانيه. الكتاب عباره عن السلوك الوظيفي لمركب بترولي، ونشرته انا واستاذي الدكتور يوسف بركات. ده الكتاب. طبعا انا كباحث في المعهد هنا واستاذ دكتور في المعهد هنا لازم يكون لينا كل واحد ترند معين. انا غيرت بصراحه. انا اول ما دخلت خدت ماجستير ودكتوراه، اخدت في الماجستير والدكتوراه في حاجه اسمها رفع الحصيله البتروليه،
وفضلت اشتغل في رفع الحصيله البتروليه فتره كبيره قوي من الزمن، الى ان حاولنا شويه نغير شويه من مسارنا وابتدينا نشتغلنا في الوقود. فاشتغلت فتره طويله قوي في الوقود، من احنا بادئين في الوقود ده تقريبا بنشتغل من سنه 2007 لغايه دلوقتي. اشتغلنا في الوقود مع بجانب برضو رفع الحصيله البتروليه. واحنا كبحاث كلنا لازم يكون عندنا كم من الابحاث، بحيث ان دلوقتي لو اي حد دخل على النت وكتب في ابراهيم هيلاقي كل الابحاث بتاعتي منشوره وموجوده عنده على النت. فطبعا مش ابحاث وبس، ابحاث وكتاب، وده هو ده اللي بيخلي لينا كاريزما معينه في الشغل. يعني انا دلوقتي بشتغل في تطوير في تحسين البترول، تحسين الانهانسد اويل ريكفري اللي هو رفع الكفاءه البتروليه، وبشتغل في الوقود. لما حد عايز يشتغل في المجال ده بيدور على مين اللي شغال في المجال ده، لو كتب في دوت ابراهيم هيلاقي على طول كل الابحاث بتاعتي اللي بتشتغل في المجال ده. انا ربنا خصني بخاصيه حلوه قوي قوي، ما اعتقدش ان كل الناس كتير عندها الحكايه دي، بس انا ربنا اداني طفل هانديكاب. هذا الطفل الهاندي هو مش طفل دلوقتي، هو دلوقتي عنده 28 سنه، يعتبر شاب يعني. هذا الشاب انا يعني تعهدته بالرعايه، وكنت امينه جدا في التعامل معاه طول فتره حياته، بحافظ عليه وبرعاه وبحاول اطلع بيه من احسن لاحسن. هناك برضو بيمارس حياته زي اي طفل طبيعي جدا. وانا من كتر حبي له واهتمامي بيه انا ركزت اهتماماتي كلها للدراسه في مجال الاعاقه. يعني بجانب شغلي كان شغلي على جنب، ومجال الاعاقه ده جنب تاني خالص، ده الجنب بقى اللي بيبسطني، الجنب اللي بيفرحني، بيخليني اعيش دنيا تانية خالص انا ببقى سعيده بيها. مجال الاعاقه انا خدت فيه دورات تدريبيه، واخدت دوره تدريبيه في العلاج السلوكي المعرفي الCBT، وبدرسها كمان دلوقتي في بعض الجمعيات الخاصه كحاجه تطوعيه، كل اعمالي تطوعيه من غير اي حاجه. وخدت كورس تربيه حياتيه جنسيه برضو للتعامل مع الفئات الاعاقه، وبخدم انا امينه خدمه في كنيستي، وبخدم في كنايس مختلفة. غير الكنايس كمان في خدمات مجتمعية. أنا حصلت على لقب أم مثالية 3 مرات في حياتي. سنة 2007 من معهد بحوث البترول كنت الأم المثالية للمعهد. سنة 2011 كنت الأم المثالية بشهادة فتح الإسلامية والتأهيل الاجتماعي، ادوني أم مثالية للخدمات اللي أنا كنت بساعد فيها. بشوفها إنسانة عظيمة متفوقة طول عمرها، ومراضية ربها أولا، ومراضية اللي حواليها كلهم. فدي الابن الصالحة فعلا اللي الواحد يفتخر بيها. من ناحية مراحل حياتها كلها تفوق من الصغر، وكانت عندها طموح جامد قوي إنها توصل لحاجة كده مشرفة، ففعلا وصلت، بس بصعوبات ومشقات، وهي تخطت كل حاجة، تخطت كل المشاق والصعاب عشان توصل لطموحها وأهدافها. فدي طبعا أنا أفتخر بده كله في كل المراحل بتاعتها. ومن ناحية حياتها الأسرية فهي زوجة كانت صالحة ومطيعة ومتحملة، عندها صبر في كل الامور. سفر ماما ما اثرش عليا خالص، بالعكس هي مثلا وهي مسافره هي كانت دايما بتشجعني وبالتليفون وعلى طول معايا. بعد اي امتحان بتكلمني تقول لي عملتي ايه، حتى لو عملت وحش تقول لي معلش هنعوضها. تيتا كمان كانت معانا، كانت ماما مثلا مسافره تيتا قاعده معايا 24 ساعه ما بتتحركش، قاعده واخده بالها مني دراستي. حتى ماما لما كانت بترجع ماشي كانت بتعوض لي الفتره اللي هي مسافره فيها من توصيل للجامعه
بتجيبني معايا لغايه الامتحان، قاعده طول 3 ساعات بره مستنياني، قاعده بعمل ايه، كل شويه تصلي لي جوه يعني. ماما على طول معايا حتى وهي مسافره، يعني ما بتقطعش، على طول بتكلمني على الموبايل، بتبعت لي واتساب مثلا وانا في الامتحان، موجوده برضو في يعني سفرها مش مؤثر معايا حتى وهي مسافره، لا هي موجوده معايا. حتى بالليل تشوفني مثلا انا نايمه مثلا، هي تصحى في النص، هي عارفه ان انا بسهر، تكلمني تقول لي بتذاكري بتعملي ايه. كيرو كمان اخويا بيسهر معايا، مينا ما بينامش طول ما احنا صاحيين ابدا. مينا كمان بيعمل حاجه حلوه قوي قبل امتحاني، مينا بكون بذاكر يجي يقول لي عامله ايه وايه اللي هيجي في الامتحان، ويشوف ورقي ويقول لي دي جايه دي جايه. قبل ما انام لازم اسال مينا اقول له انا هعمل ايه في الامتحان. مينا لو قال لي انت هتعملي وحش في الامتحان يبقى انا هعمل وحش في الامتحان، هتعملي حلو في الامتحان يبقى انا هعمل حلو في الامتحان. انا بقول للماما على مشوارها الكبير معانا ده شكرا وربنا يخليها لينا. هي عملت فوق ما تتحمل من ساعه لما بابا توفى، خلتنا في احسن مستوى، في احسن جامعه، معانا يوم بيوم. حتى لما هي بتسافر انا بتبقى موجوده معانا في اي وقت، بتشجعني ان انا انجح. لو في اي وقت وقعت فيه هي الوحيده اللي بترفعني، يعني الدنيا دي من غير امي ولا حاجه. وربت ولادها حلو من الصغر، علمتهم الامانه، علمتهم المحبه ما بينهم، ما بين الاخوات لازم تبقى ايه، في محبه في البيت. دي يعني اول قوائم الاسره. ومنها تجربه اللي هو ربنا جربنا فيها، عندها ابنها مينا عوني، فهو ده بركتنا كلنا. ويمكن لو ربنا احنا شايفين خير في كل حاجه، في كل خطوه بنخطوها، هو مينا اللي حاطط بصمته بتاع بعد ربنا. طبعا هو بركه كبيره عندنا بالرغم ظروفه وبالرغم تحملنا لمتاعب كتير معاه. مش هقول لك ان الموضوع سهل، لكن احنا عندنا قوة ان احنا نتحمله العمر كله. انا بحلم ان بلدنا تهتم بالمعوقين اكتر من كده شوية، ويكون لهم البيوت المحترمة اللي تناسب ادميتهم، يعيشوا فيها بمنتهى الاحترام. عايزه اشوف التخصصيه، عايزه الاقي ناس تتخصص في هذا المجال وتراعيه وتهتم بيه وتدرس فيه. عايزه المعوقين دول يكونوا بالنسبه، مش انا ما بحبش كلمه معوقين على فكره، انا مسمياهم ذوي القدرات الخاصه، لان هم فعلا ربنا بيديهم قدرات خاصه احنا مش حاسين بيها، لكن بنحس بيها اما بنقرب منهم وبنتعامل معاهم. يعني نفسي ان البلد تهتم بالناس دي اكتر، وان نكون لنا سبق في المجال ده. ونفسي طبعا لاولادي ان ربنا يديهم كل اللي هم بيتمنوه، وان ربنا يعوض تعبي ومحبتي ليهم ومثابرتي على تربيتهم، وخصوصا ان انا زوجي اتوفى من 8 سنين تقريبا وساب لي الحمل على لوحدي. ربنا جزأني بامي طبعا بتساعدني كتير قوي، ربنا يديها الصحه وواقفه جنبي وبتشجعني، وكان ليها ماما كان ليها دخل كبير جدا جدا في اللي انا فيه ده، لان هي من اول بداياتي خالص وقفت جنبي وشجعتني ودفعتني لقدام. كنت اقدم خطوه تقول لي قدمي على اللي بعدها وكملي على اللي بعدها. وحتى في خدمتي بالنسبه للمجال، انا ماما بتيجي لود عليها كبير انها دايما قاعده في البيت بتقعد مع مين تاخد بالها منه وكده، لكن انا مستمره.